السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل أوفياء بيت الرياضة المغربية. تحية البيت الرياضية. من الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء في نسخته 14. بعد قليل أعطيت انطلاقة سباق نصف الماراثون بمشاركة العديد من الأبطال والبطلات. فري فلسطين. أمامكم الصورة تحية. مشاركة العديد من الأبطال والبطلات من مختلف الفئات. أكيد سباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. صورة جميلة، صورة رائعة، مشاركة العديد من الأبطال. أمامكم هذا الصورة الجميلة للنسخة 14 من سباق الماراثون وسباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء، وكذلك سباق 10 كيلومترات. كان أمامكم صورة جميلة لمشاركة العديد من الأبطال والبطلات من مختلف الفئات. نصف الماراثون أمامكم صورة جميلة، صورة رائعة لهذا اليوم الرائع. استمتعوا إياكم من خلال هذه الصورة الجميلة. سنصعد رويدا إلى مقدمة السباق. كان أمامكم الصورة الرائعة، صورة جميلة. تحياتي للأخ سفيان الذي يقوم بعمل كبير من أجل أنه يعني يعطينا هذا النقل المباشر الرائع بطبيعة الحال الذي تنقل بيت الرياضة بطبيعة الحال. كذلك بعد قليل سنربط الاتصال ب يعني صفحة سباقات من الألعاب على الطريق بطبيعة الحال. إذن تحياتي للناس ديال الأسفي ولكل المدن المغربية. يحاول الصعود بعد قليل إلى مقدمة السباق. أمامكم صورة جميلة، صورة رائعة لكل الأبطال الذين يشاركون في هذه التظاهرة الرياضية المميزة هنا من العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية في هذا الصباحية الرياضية الجميلة. بعد قليل سنصعد إلى كوكبة المقدمة. هل تسمعون يعني الصوت؟ هل هو جيد؟ قولوا لنا هل الصوت جيد أمامكم؟ مختلف الفئات يشاركون اليوم في هذا الحدث الرياضي البارز. نستمتع وإياكم من خلال هذه التظاهرة المميزة. يا سلام على الأجواء، يا سلام على هذه اللحظات، يا سلام على هذا السباق المميز. أمامكم الصورة الرائعة، الصورة الجميلة، الصورة المميزة. أكيد الدار البيضاء اليوم تحتضن هذا العرس الرياضي الكبير. هنا فئة السيدات بطبيعة الحال مشاركة العلوي، كذلك فتيحة مشكي وأهريس مريم أشهبار، يعني مختلف البطلات المميزات، بطلات مميزات قويات حاضرات في كوكبة سباق السيدات. بطبيعة الحال نشاهد هذه الصورة الجميلة، كوكبة السيدات، تنافس بين بطلاتنا المغربيات القويات. من سوف تفوز؟ وأهريز في مقدمة السباق أداة الجيش الملكي، ويعني تشارك اليوم. أمامكم صورة جميلة لسباق السيدات. وبعد قليل يعني سنصعد لفئة الرجال. فئة الرجال من سوف سيفوز؟ من سوف تكون له الكلمة الأخيرة في هذا الحدث الرياضي البارز؟ أتمنى أنكم تستمتعون وإيانا من خلال هذه التغطية المباشرة. دائما أمامكم صورة جميلة وصورة رائعة. دائما نستمتع وإياكم. أمامكم دائما كوكبة السيدات، وبعد قليل سنصعد إلى كوكبة الرجال، وبطبيعة الحال مشاركة لمختلف الأبطال والبطلات. صورة جميلة للأبطال
ودائما نستمتع وإياكم من خلال هذا التظاهرة. وسنصعد بعد قليل إلى كوكبة الرجال. الرجال يا رجال، ونشاهد من يوجد في الكوكبة، نشاهد من يوجد في مقدمة السباق. بطبيعة الحال غادي نحاولوا أننا نقوم بعمل مميز وبنقل كبير في المستوى المطلوب إن شاء الله. دائما صورة جميلة، صورة رائعة للدار البيضاء، المدينة العاصمة الاقتصادية، القلب النابض للمغرب، المدينة مدينة التاريخ والحاضر والمستقبل بإذن الله تعالى. أكيد المغرب يعني ينظم 3 ماراثونات في السنة، ماراثون مراكش كذلك وماراثون الرباط. بطبيعة الحال ماراثون مراكش يكون في الشهر 1 أواخر شهر 1. بطبيعة الحال هو أقدم ماراثون في المغرب، وكذلك ماراثون الرباط العاصمة الاقتصادية أو العاصمة الإدارية عفوا، الذي ينظم أواخر شهر أبريل. كذلك يعني ماراثونات المملكة 3 ماراثونات، وكذلك عديد السباقات على طريق في المملكة المغربية. اليوم سنعيش وإياكم تغطية مباشرة لسباق يعني نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. والأسبوع المقبل إن شاء الله سنكون بحول الله وقدرته في العيون، عيون الساقية الحمراء، عيون الصحراء المغربية، عيون المدينة الجميلة، المدينة المتطورة في السنوات الأخيرة في الصحراء المغربية. وبالمناسبة يعني نحضر نصف ماراثون العيون الدولي الذي ينظم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، واحتفالا بهذا الذكرى التاريخية التي يعني من خلالها استطاع المغرب أن يسترجع أقاليمه من الصحراء المغربية آنذاك من عند المستعمر الإسباني. اليوم ها هي الاحتفال، ها هو الاحتفال الجميل أمامكم. صورة جميلة وصورة رائعة، صورة تتحدث مشاركة مكثفة لمختلف الفئات، فقط يعني 6000 مشارك ومشاركة على ما أعتقد. أمامكم صورة جميلة ودائما نستمتع وإياكم. بطبيعة الحال عندنا في المغرب أبطال كبار يعني استطاعوا أنهم يركضوا أقل من ساعة في الماراثون. العديد من الأبطال، نتحدث عن إبراهيم عفوا عن البطل عزيز الحبابي، كذلك البطل يعني قديدر أمامكم في الصورة، العداء المكافح، العداء ابن كازا من الدار البيضاء، المدينة التي فيها من الأبطال أبطال كبار وفيها أبطال أعطوا للمغرب الشيء الكثير. قلت بأن العديد من الأبطال استطاعوا أنهم يركضوا أقل من ساعة في سباق نصف الماراثون. وتحدث عن أمامكم اليازمي وكذلك المهدي، أبطال أبناء مدينة الدار البيضاء، يعني جنبا إلى جنب 3 أبطال يركضون بخطة من أجل الصعود إلى المقدمة. كل التوفيق لكل المشاركين. دائما أمامكم صورة جميلة لمطاف السباق في هذه الصبحية التي اختار لها المنظمون يوم بدون السيارة. بطبيعة الحال يعني إرباح هذا السباق أو سيكون فيها يعني طرف كبير منها سيوجه إلى الصندوق الوطني لتداعيات كورونا كما قرأنا في الإعلان. كل الأبطال يتنافسون. قلت بأن العديد من الأبطال استطاعوا أنهم يركضوا أقل من ساعة في سباق نصف الماراثون. نتحدث عن رضا العربي على ما أعتقد، هشام الغار كذلك، ويعني سوف أتذكر وأعطيكم الأسماء. أمامكم الأبطال 3 أبطال يتنافسون، يحاولون أنهم دائما يكونوا في المقدمة.
يعني كوكبة المقدمة فيها ما فيها ولا هم لها. هذا الحي الجديد والدار البيضاء الجديدة يقولون ياك السي سفيان. هنا الدار البيضاء الجديدة هذه. القطب المالي لجهات الدار البيضاء هنا في هذا المكان. القطب المالي لجهات الدار البيضاء جامعة محمد السادس للعلوم والصحة. أمامكم هذا المكان الجميل وهذا اليوم الرائع وهذا اليوم المميز في الدار البيضاء، القلب النابض للمغرب، أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان. اليوم كذلك نتمنى كل التوفيق لأبطالنا المغاربة الذين يشاركون في بطولة العالم للماراثون على مستوى العساكر، بطولة العالم العسكرية. نتمنى كل التوفيق لأبطالنا. إبراهيم خليفة في مقدمة السباق، مفتاح كذلك حاضر. هناك بطل فتحي ومصعب حدود الذي عاد من بعيد، عاد إليه من جديد بقلب حديد. بن زهرة كذلك يحضر. هنا بطل يعني صاحب الصدرية 2620، كذلك صاحب الصدرية 1690. أمامكم قلت بأن مفتاح هذا السنة ظهر بمستوى أكثر من رائع، حيث أنه تفوق في السباق يتولد في جنوب الشرقي للمملكة المغربية، بالضبط بضواحي مدينة زاكورة. بان عن مستوى كبير إبراهيم خليفة، هذا البطل الخلوق، البطل المميز ابن مدينة الزلال التي أعطتنا العديد من الأبطال في مقدمة السباق. فتحي كذلك، أيدوم العدائين بن تالوين بن زهراء ابن مدينة مراكش. أن التنوع في كوكبة المقدمة بطبيعة الحال منذ البداية لا مجال للضعفاء في رياضة ألعاب القوى، في رياضة الأرقام. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا التغطية المباشرة على صفحة بيت الرياضة المغربية. إبراهيم خليفة يزيد في الإيقاع. الآن انقسام الكوكبتين، هناك يعني تغيير في الإيقاع. إبراهيم خليفة لا يهدأ له بال منذ البداية، يركض بقوة ويركض يعني ما شاء الله. هنا نشاهد يعني تغيير الإيقاع نسبيا، تغيير الإيقاع نسبيا. من سيفوز ومن سيربح جائزة نصف الماراثون؟ سأعطيكم القيمة المالية المخصصة لسباق نصف الماراثون. لأن أمامكم الصورة الجميلة والصورة الرائعة لكوكبة المقدمة. يعني شاهدنا تغيير في الإيقاع في هذه اللحظات. مصعب حدود دائما في المركز السادس غير بعيد، مستوى رائع. فتحي في المركز الرابع. إذا قلت بأن إبراهيم في الخليفة زاد في الإيقاع، زاد في السرعة، زاد في الأداء، زاد في المتعة، زاد في التشويق، زاد في الإثارة. هذا يعني شيء معروف على أبناء الزلال. أنا الذي يتذكر عمر شيتاش ما شاء الله، يعني بطل مميز وبطل أكثر من رائع، قدم سباقات في المستوى. هذا البطل صاحب المركز الثاني غاب عني اسمه، ليس تنقيصا من قيمته، ولكن يعني غاب عني اسمه. يعني من يعرف اسم هذا البطل يكتب لي في التعليق. سي عبد الرحيم محراش في المواكبة. نتمنى انك سي عبد الرحيم تعطينا يعني تمدنا بالارقام العالمية على مستوى نصف الماراثون، وكذلك ابرز ابطال المغرب في هذا الاختصاص. سنكون يعني مواكبين لكل حدث بطبيعة الحال ان شاء الله. لان ابراهيم خليفة دائما اذا من جديد الكوكب اجتمعت، هدأ الإيقاع نسبيا، ولكن دائما إبراهيم خليفة دائما في مقدمة السباق، تارة يمينا وتارة شمالا، تارة يركض يمينا
وتارة شمالا هي خطة قد تكون ناجعة. هي خطة يعني هو إبراهيم خليفة معروف عليه أنه سخي في الأداء وسخي في العطاء، سخي في الأداء وسخي في العطاء. يا سلام على هذا السباق، يا سلام على هذا الخطوات، ويا سلام على هذا الثبات. دائما نشاهد ونستمتع من خلال التعليق عن مجريات سباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء الذي ينظم بالموازاة مع سباق الماراثون في نسخته ال14 التي تعرف مشاركة للبطل زاغو منتصر لابن الخميسات وما أدراك ما الخميسات، التي أعطتنا بطلا من العيار الثقيل إبراهيم بوطيب البطل الأولمبي والعالمي، كذلك زهرة وعزيز والبقية. قلت بأن المغرب أعطانا عديد الأبطال والبطلات على مستوى التاريخ منذ يعني القدم، أعطانا يعني قلت بأن المغرب أعطانا العديد من الأبطال على مستوى التاريخ. أتحدث عن البطل جواد غريب في المستوى الماراثون، حيث أنه سبق له أنه فاز ببطولة العالم لنصف الماراثون سنة 2002 أعتقد ببروكسل على ما أظن، وكذلك فاز ببطولة العالم في الماراثون، ثم في 2003 بالديار الفرنسية الماكينة القادمة من خنيفة إن صح التعبير. وكذلك جواد غريب فاز ببطولة العالم 2005 2003 و2005 بهلسنكي، وميدالية أولمبية في بكين 2008 ميدالية فضية. كذلك لا ننسى أول عداء مغربي استطاع أنه يفوز بميدالية عالمية، الرادي عبد السلام، بطل قيدوم العدائين بالمغرب. دون أن ننسى كذلك يعني أبطال كبار على مستوى سباقات المضمار، هشام القروج البطل العالمي والأولمبي الذي أهدى للمغرب العديد من الميداليات سواء على مستوى سباق 1500 متر داخل الصالات وفي الهواء الطلق. إذا الجديد من جديد، إبراهيم خليفة يزيد في اللقاء. سنستمتع وإياكم من خلال هذا السباق، من خلال هذا اليوم الجميل، اليوم الرائع من شوارع الدار البيضاء في هذا السباق الجميل. اليوم إبراهيم خليفة يريد المركز الأول، اليوم إبراهيم خليفة يريد المركز الأول، ولكن سننتظر هل سيكون للأبطال الآخرين حديث آخر. مفتاح عبد الكريم أكيد أعرفه، بن زهرة حاضر. البطل الآخر قولوا لي اسم البطل الآخر صاحب الصدري 2200 2622 يعني هذا الذي أريد اسمه حتى أتحدث عنه لأنه يستحق. لا يمكن أن يكون بطل حاضر في مقدمة السباق لحد الآن في الدقيقة 20 تقريبا وما زال في المقدمة. هكذا هي الدار البيضاء في الصباح، هكذا الدار البيضاء في هذا الصباح، الصباح الجميل، الصباح الرائع، الصباح المميز. أمامكم صورة البطل، بطل فتحي عبد الناصر، التجربة حاضرة، بطل قوي له تاريخ وله حاضر إن شاء الله وله مستقبل بإذن الله. كذلك زوجته يعني تشارك سباق السيدات. لأن الأبطال يصعدون من جديد، تنافس الأبطال اليوم في هذا الصباح. الأبطال يعني يتنافسون بشراسة فيما بينهم، بشراسة قلت يتنافسون بشراسة. الآن هذا الإيقاع، هذا السباق نسبيا قلت بأن الدار البيضاء أكبر المدن المغربية وهي العاصمة الاقتصادية للمغرب، ويقال أن الزائر المدينة
يجد فيها من الأسواق والعمران قواسم تجمع بين مدن كثيرة مثل دمشق والقاهرة وبغداد والقدس، إضافة إلى تقاليد المقاهي الإسبانية والإيطالية. يعني معلومات سكانها أعتقد أنه يبلغ أكثر من 6 ملايين على ما أعتقد أو أكثر، وهي ثالث أكبر مدينة إفريقية بعد لاغوس نيجيريا، لاغوس والقاهرة. الدار البيضاء، من بنى مدينة الدار البيضاء؟ الدار البيضاء تعود يعني في تاريخ التأسيس من عام 700 وألف من قبل السلطان محمد بن عبد الله، وهو حفيد المولى إسماعيل. كازابلانكا الإسبانية نامت اليوم، وكذلك قلت بأن اليوم يتزامن مع مشاركة أبطالنا المغاربة في بطولة العالم العسكرية. نتحدث عن زاغو منتصر، عفوا نتحدث عن رضا العربي الذي يشارك مع المنتخب الوطني، حسن طوريس، عادل القدام، وياسين العلمي. ثم بالنسبة على مستوى السيدات تشارك كل من فركوسي كوتار وساهي حسنة، كذلك 4 بطولات كلثوم بوعسرية، غزالة الصحراء المغربية، ورحمة الطاهري، يعني 4 بطولات. نتمنى لهن كل التوفيق في تشريف المملكة المغربية. عفوا. دائما هذا اللقاء نسبيا، ننتظر ربما كوكبة السيدات قليلا يا سفيان، ننتظر البنات قليلا، ننتظر كوكبة السيدات. ننتظروا على الأقل الكوكبة الثانية، ننتظروا الكوكبة الثانية ونكمل التعليق. إذن دائما ننتظروا الكوكبة الثانية، بعد ذلك نكمل السباق. في الكوكبة الثانية نشاهد بطل مصعب حدوت من الخميسات، وهذا البطل صاحب الصدرية 200 أو 2246. إذن هذا الصباح الجميع يشتغل. تحية كبيرة لكل من يساهم في هذا السباق الذي ينظم تحت الرعاية السامية للرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أمامكم هذا البطل صاحب الصدرية 1776. قلت بأن هذا الماراثون ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الدورة 14 من ماراثون الدار البيضاء الدولي. أمامكم كل يوم الجميع تجند من أجل إنجاح هذا التظاهر. الجميع تجند من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي البارز في الدار البيضاء.
أمامكم رجال الأمن الوطني، رجال الوقاية المدنية، رجال الصحة، السلطات المحلية، على رأسهم السيد والي ولاية الدار البيضاء الكبرى. يعني الكل تجند. نشاهدوا يعني تحية كبيرة للعمل الكبير اللي كيقوموا به. شحنا هذا التظاهرة كبيرة. تحية كبيرة لكل السلطات المحلية. تحية أمامكم. صورة جميلة وصورة رائعة. هذا البطل كذلك صاحب السطرية 1690. أكيد سباق كذلك المحليين على مستوى مدينة الدار البيضاء، وسباق 10 كيلومترات، كذلك سباق الماراثون. وبالأمس شاهدنا سباق الأطفال. يعني كل الفئات أدرجت في هذا العرس الرياضي الكبير، عرس احتفالي كبير. وتبين المغرب على مستوى الرياضة. نشاهد اليوم والمساء الدار البيضاء ستكون أسامة البوزيدي. تحية للأخ زكريا على العمل. أسامة البوزيدي المفاجأة الصادمة. أسامة البوزيدي. مصعب حدوت كذلك حاضر دائما في المركز أعتقد الخامس. مصعب حدوت في المركز الخامس أو السادس. نشاهد الهواة والمحترفون يركضون جنبا إلى جنب مع أبطالنا. إذا قلت بأن المغرب يعني يحتضن العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة، بالمناسبة الدار البيضاء أيضا تحتضن أحداث رياضية كبيرة. وسنعيش يعني في هذا المساء مباراة الوداد والترجي، مباراة الثأر. الوداد الذي استطاع أنه يتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي لأول مرة في التاريخ، يكون هو أول فريق مغربي يعني يحقق هذا الإنجاز من خلال انتصاره بحر أو وسط الأسبوع على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة 3-0. واليوم سيكون الوداد على موعد مع فريق الترجي من أجل مباراة نصف نهائي حارق، نصف نهائي ناري. إذن هذه الكوكبة الثانية. مصعب يقود الكوكبة الثانية. قلت بأن لا مجال للضعفاء في رياضة الألعاب. والشركة راس تايمر تراقب السباق على مستوى التوقيت. شركة راس تايمر الأماكن المخصصة للماء يمد العدائين بقنينة الماء من أجل استرجاع النفس. الأمور الدار البيضاء. شاهدوا هذا المكان الجميل، كان الرائع، مركز الأمور. كان الهواة والمحترفون يركضون جنبا إلى جنب. تحية لهم دائما. تشاهدونهم اليوم يعيشون هذا الحدث الرياضي الكبير. وأكيد كما أقول دائما، أقول لا مجال للضعفاء. وأقول دائما مارس الرياضة اليوم أو سوف تمارسها غدا. ها هم الأبطال أمامكم يمارسون الرياضة بخطوات ثابتة، يستمتعون جنبا إلى جنب مع الأبطال المحترفون. دائما نعيش وإياكم من خلال هذا الحدث اللحظات ربما نقترب من أكثر من يعني نصف المسافة
مرت على ما أعتقد. شاهدوا هذا المنظر الجميل، شاهدوا هذا المكان الجميل، شاهدوا الشوارع البيضاء هنا، يعني من يعني قرب الشاطئ، شاطئ سيدي عبد الرحمن، شاطئ سيدي عبد الرحمن. صورة معبرة، الصورة الجميلة في هذا الصباح الرائع وهذا الصباح الجميل لهذه الأجواء الأكثر من رائعة. أذكر بأن السنة الماضية استطاع البطل بيبط الغزال الفاسي، استطاع أنه يفوز بنصف الماراثون الدولي للدار البيضاء. من سيكون فائزا بلقب هذا الدورة، الدورة الرابعة عشر على مستوى الماراثون؟ هل هو فتحي عبد الناصر؟ أعرف هذا البطل، يعني فتحي ينافس إلى آخر لحظات. أما إبراهيم خليفة يعني شاهدوا الآن مفتاح عبد اللطيف، مفتاح يتراجع إلى المركز الخامس، فتحي عبد الناصر في المركز الرابع غير بعيد، أسامة في المركز الثالث، بن زهرة في المركز الثاني، وإبراهيم خليفة لأنه لا يرضى عن المركز الأول بمدينة يعني بأرجله ينصح التأمين، يتحدث بأرجله لا بلسانه، لأن إبراهيم خليفة أعرفه لا يتحدث كثيرا، يعمل كثيرا ولا يتحدث كثيرا. يقول للعدائين والأبطال بأن اليوم جئت لا لشيء إلا لشيء واحد، هو الفوز بلقب نصف ماراثون الدار البيضاء. جئت لكتابة مشوار جديد لي، لن نترك أحدا معي إلى آخر اللحظات، لأن أعرف إبراهيم خليفة يعني في بعض الأوقات تخونه السرعة النهائية، وبطل قوي، بطل عنده من الإمكانيات الشيء الكثير، نتمنى له كل التوفيق. بن زهرة كذلك حاضر، يعني عبد الكريم الذي يعني كان يشارك في سباقات المضمار، اليوم هو في سباقات على الطريق، وهو بمنافسة رائعة وهو بمستوى عالي. أسامة في المركز الثالث، أسامة البوزيدي في المركز الرابع، فتحي يصعد، عبد الكريم يتأخر إلى المركز الخامس. الآن الجد يا حبيبي، بين السنة الماضية والسنة الفارطة استطاع البطل يعني بيبط الفوز بالمركز الأول من فاس إلى كازا للدار البيضاء، وياسين العالمي كان في الرتبة الثالثة، حمزة المقرطس كان في الرتبة الثانية. قرطس الذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء العاجل. الآن نشاهد دائما السرعة اللامتناهية والسرعة القوية والأداء المميز الذي يبصر عليه البطل إبراهيم خليفة، يعني والمستفيد الأكبر هم عشاق السباقات على الطريق، هم الجماهير التي تتابع بيت الرياضة، هم عشاق هذا السباقات. شاهد أيضا الأجانب يشاركون، دول أجنبية تحضر وتشارك في ماراثون الدار البيضاء. أمامكم الصورة الرائعة، إبراهيم خليفة، يا سلام على هذا الأداء. فتحي غير بعيد، فتحي لا يستسلم، قريب دائما عن كوكبة المقدمة. رقم العالمي القياسي لنصف الماراثون هو بحوزة الهولندي جاكوب كيبليمو بتوقيت 57 دقيقة 31 ثانية أو 31 ثانية. نعم، حققه في سباق برشلونة في العام 21/2000. الرقم العالمي على مستوى السيدات مختلط للإثيوبية التي سنيبت غيدي بتوقيت الساعة 1:52 ثانية، سجلته في العام 2021 بالفالنسيا الإسبانية، ولا الأرقام العالمية الإسبانية. أما الرقم القياسي الخاص بالسيدات يعني الأول مختلط، وهذا يعني غير مختلط. المختلط يعني يركضون مع الرجال، السيدات يعني يركضون وحدهم. تحمل كينيا بيريز
سجله في روما 14 و2000. الرقم القياسي الوطني على مستوى السيدات وبحوزة البطل الفاسي اسماء الغزاوي سجلته في مراكش في العام 99 900 و1000. قلت بأن ألعاب القوى المغربية ضمن العديد من الأبطال، آخرهم البطل سفيان البقالي، البطل الذي يصنع التاريخ من حيث الإنجازات على مستوى سباق 3000 متر موانع، حيث أنه استطاع أن يتوج بلقبين عالميين متتاليين على مستوى هذه المسافة، وكذلك تتويج بالألعاب الأولمبية في طوكيو يعني من حيث سنة 2020. بطل قوي، نتمنى أنه كذلك يتوج في 2024 بأولمبياد باريس بفرنسا عاصمة فرنسا. أيضا البطلة المفاجأة، البطلة التي يعني أنجزت أو أحرزت ميدالية برونزية وزنها يزن ذهبا، كذلك فاطمة الزهراء لتكون أول بطلة مغربية عربية أمازيغية تحقق هذا الإنجاز، تحرز وتهدي المغرب ميدالية عالمية في بطولة العالم الأخيرة التي نظمت ببودابست المجرية. أرجع قليلا للتاريخ لأذكر لكم قدس القروج هشام الذي ما زال يحمل توقيت العالمي لسباق 1500 متر 3 دقائق 26 ثانية 00. جزء منها شاهدوا الأجواء هنا جنب البحر المغرب، يعني بلد الرياضة، يعني الناس يستمتعون من خلال لعب كرة القدم على مستوى الشاطئ. رمال شاطئ البحر ما زال 3 أبطال في مقدمة السباق، إبراهيم خليفة، بن زهرة فتحي، من سوف يفوز ومن سوف تكون له الكلمة الأخيرة. المركز الرابع أسامة البوزي. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا التغطية المباشرة على منصة بيت الرياضة. هذا إبراهيم بوتوميت يحييكم، وفي المواكبة سفيان تنكرت الذي يعني يقود الدراجة النارية باحترافية عالية، وهو الشيء الذي يسهل علينا أن نغطي لكم هذا السباق، مجريات سباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. إذا تحياتي لكم من هنا، من أي بلد ومدينة تشاهدوننا وتستمتعون معنا بهذا الحدث الرياضي البارز. قلت بأننا اليوم نتواجد بالدار البيضاء، والأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنكون في قلب الصحراء بمدينة العيون، عيون الساقية الحمراء. يا سلام على هذا الخطوات، ويا سلام على هذا الثبات، ويا سلام على هذا الأداء المميز. باريكي حاضر، مجموعة سحر ومتعة يركض في الماراثون. هذا الرجل رجل المكناسي الأصيل، يعني يركض الماراثون في تحدي جديد. دائما نستمتع وإياكم أمامكم ثلاثية المقدمة. إبراهيم خليفة لا يهدأ له بال، يعني يزيد في الإيقاع، يزيد في رتم السباق. فتحي دائما حاضر. قلت بأن خطة إبراهيم يعني يركض قليلا، يعني يأخذ نفسا، جرعة نفس، ويأخذ نفسا جديدا ثم ينطلق كالغزالة. الغزالة القادم من زلال. أذكر زلال تعدكم مع موعد جديد لنصف ماراثون جيو بارك الدولي الذي سيكون سباق مميز على كل المستويات. بيت الرياضة ستكون حاضرة بإذن الله يوم 19 من نوفمبر القادم أو المقبل عفوا. إذا أمامكم الصورة الجميلة، يعني صورة جميلة، صورة تتحدث عن نفسها. لا يمكنني أن أقول إلا ما تشاهدون. أمامكم صورة جميلة لهذا التنظيم العالي المستوى، التنظيم العالي المستوى، التنظيم المميز. قلت بأن المغرب سبق له تويج بالعديد من الميداليات على المستوى العالمي، سواء على مستوى السباقات على طريق أو المضمار. تحدث كذلك عن سباق 400 متر حواجز نزهة بدوان التي أهدت المغرب ميدالية عالمية. كذلك على مستوى سباق قدر عبد العاطي، يعني في سباق 3000 متر مستوية داخل القاعة، وكذلك 1500 العديد من الميداليات. كذلك حشلاف عبد القادر وخالد السكاح
ابراهيم بوطيب، البصير، عادل الكوش، العديد من الابطال. ويعني عفوا ان نسيت بطلا، عفوا ان نسيت بطلا من الابطال. يعني شاركونا هذا البث المباشر فضلا وليس امرا. شاركوا معنا هذا البث المباشر فضلا وليس امرا. امامكم عبد الكريم بن زهره يبدو لي مرتاح، دائما يراقب، دائما يراقب. يعني السباق اقترب ربما من الامتار الاخيره. مطاف جميل ومطاف رائع، وتحيه لكل من يساهم بالغالي والنفيس في تطوير الرياضه المغربيه في المملكه. اذا ربما خطا تقني يعني عادي بسيط. قلت بان هذا دائما امامكم يعني تقريبا 43 دقيقه و8 ثواني على بدايه السباق. يعني ربما نقترب من 15 كيلومتر. يعني اخر يعني نقترب من الامتار الاخيره. امامكم شركه راس تايمر التي يعني تقوم بضبط الايقاع. ثلاثيه المقدمه الان اخذ المبادره فتحي. قلت بان فتحي اخذ المبادره الان يهدئ من ايقاع الابطال. دائما نستمتع واياكم من خلال هذا التغطيه المباشره لسباق نصف الماراثون الدولي لمدينه الدار البيضاء. ثلاثيه المقدمه، من سوف يفوز؟ فتحي، عبد الناصر، عبد الكريم بن زهره، او البطل ابراهيم خليفه. وبالمناسبه قلت بان ابطالنا المغاربه تحدث عن الطلحاوي محمد وكذلك زاغو منتصر على مستوى الرجال. اما بالنسبه لمستوى السيدات فالبطله عزيزه العمراني، البطله المتخصصه في سباقات الترايل التي يعني اهدت المغرب عديد من الميداليات على مستوى سباقات الترايل دوليا، اخرها بتونس الشقيقه. امامكم ابطال يعني يركضون، يعني الهواة والمحترفون جنبا الى جنب. وتحيه لكل رجال السلطات المحليه، اتحدث عن رجال الامن الوطني وكذلك القوات المساعده. اذن هذا لقاء نسبيا. هذا اللقاء نسبيا. لأن إبراهيم خليفة من زديد يرفع لقاء، يزيد في اللقاء. يعني قلت بأننا نقترب من يعني من الكيلومترات الأخيرة على مستوى السباق. نقترب من الكيلومترات الأخيرة، ربما 5 كيلومترات الأخيرة سنشاهد الذي سيكون فيها التنافس قوي وعلى أشده. تشجيعات لكل يعني أصناف المجتمع، يشجعونهم، يدعمونهم دائما. وتحية للجنة التحكيم كذلك لكل من يساهم بالغالي والنفيس في تطوير الرياضة المغربية في المغرب. دائما نستمتع وإياكم من خلال التعليق وتنشيط مجريات السباق الدولي لمدينة الدار البيضاء. معليش القناة ماشي مشكل. إذن إبراهيم خليفة يزيد في الإيقاع، فتحي دائما حاضر في المركز الثالث. دائما نستمتع. إذن السيدات أمامكم، السيدات يعني البطلة مريم وهريز في المقدمة، ثم بنشتكي، فتحي والعلوي، مريم العلوي أعتقد. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا الحدث الرياضي البارز. لأن الآن ربما يعني فتحي في المركز الثالث، يعني ابتعد
قليلا عندما زاد يعني إبراهيم خليفة يعني حوالي تقريبا الآن يبتعد عن فتحي بحوالي تقريبا 40 متر 40 متر. خليفة زاد في اللقاء. بن زهرة دائما يراقب، دائما بنفس الخطة، بنفس الطريقة، بنفس الأداء، بنفس الذكاء، بنفس التقنية والتكتيك الذي بدأ به منذ البداية. أمامكم دائما الأجواء الجميلة والرائعة لسباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. فتحي في المركز الثالث. لأن فتحي في المركز الثالث سيحاول أنه يبادر من جديد للاقتراب والالتحاق بالأبطال. دائما إبراهيم خليفة دائما سخيف الإيقاع، سخيف العطاء عفوا. هذا شيء ليس بغريب عن أبناء مدينة أزيلان، شيء ليس بغريب عن أبناء مدينة أزيلان. إبراهيم خليفة دائما في المركز الأول منذ الوهلة الأولى لهذا السباق. إذن سنصعد في هذا الصعدة وهذا المرتفع الذي سيكون فيصل ومفتاح فصل لمن سوف يفوز، لمن سوف يربح. هنا الجديد هو بن زهرة أخذ المبادرة الآن. قلتها قبل قليل، قلت بأن هذا يعني المرتفع سيكون حاسم لمن سوف يفوز. إبراهيم خليفة هل سيقاوم وهل سيصمد وهل سيبقى مع عبد الكريم بن زهرة اللي عداء قوي على مستوى السباقات يعني المضمار. وتحية لكل الأوفياء في كل مكان. مازال بطلين اثنين في المقدمة. قلت بأن المساء سنشاهد وسنتابع الوداد الرياضي يعني في قمة أمام فريق الترجي التونسي. ضيف الثقيل ونتمنى لا يكون ثقيل. نتمنى أن الوداد ينتصر ويفوز ويربح ويتأهل إلى النهائي ولما لا يتوج باللقب. نريدها سنوات ألقاب، السنوات المقبلة نريدها سنوات ألقاب بإذن الله تعالى. إذن ما زال يعني عبد الكريم بن زهرة وكذلك يعني البطل إبراهيم خليفة. دائما نستمتع وإياكم. قلت بأن يعني عبد الكريم سبق له أن شارك في أولمبياد طوكيو يعني مع المنتخب الوطني في سباق 3000 متر موانع. هو من أبناء مراكش، المدينة الحمراء، المدينة التي أعطتنا البطل العلوي مريم السلسولي العلوي على ما أعتقد. سبق له أن شارك في بطولة العالم كذلك وفي الألعاب الأولمبية. الآن يعني يغير المسار للسباقات على طريق، وهي بداية مميزة في هذا السنة مع بداية السنة. دائما الآن المنافسة ستكون بين إبراهيم خليفة الذي له ساعة ودقيقة في نصف الماراثون. إبراهيم خليفة بطل قوي عنده ساعة ودقيقة واحدة في نصف الماراثون، وشيء يعني توقيت رائع. سبق له أن فاز بسباق نصف الماراثون الدولي بالجزائر. لأن الآن نشاهد إبراهيم خليفة يغير ويصعد للمقدمة، يهدأ الإيقاع نسبيا
يصعد إبراهيم خليفة. قلت بأن السباق سيحسم في الأمطار الأخيرة. السباق سيحسم في الأمطار الأخيرة، ونحن تقريبا نقترب منها. 52 دقيقة على بداية السباق. مر الكثير ولم يبقى إلا القليل. يعني آخر الأمتار بالنسبة لسباق نصف الماراثون. دائما إبراهيم خليفة وعبد الكريم بن زهرة في المقدمة. من سوف يفوز؟ الزلال أو مراكش؟ الزلال أو مراكش؟ سنشاهد الزلال أو مراكش. من سيفوز؟ من سوف يفوز بالدورة 14 لماراثون الدار البيضاء؟ هل هم أبطال كينيا وإثيوبيا أم المغاربة أم أبطال المغرب؟ هذا شيء ننتظره إن شاء الله. ننتظر المفاجأة من طلحة، عفوا ليس طلحة، محسن طلحة كذلك بطل مميز. ننتظر المفاجأة من البطل الطلحاوي ابن العروي من يعني من الناظور، من مدينة الناظور. هكذا هي الأجواء الجميلة، هكذا هي الأجواء الرائعة، هكذا هي الأجواء المميزة لبطلين اثنين في مقدمة السباق. من سوف يفوز؟ هل هو إبراهيم خليفة أو عبد الكريم بن زهرة؟ فتحي في المركز الثالث. الآن الصورة بالنسبة لفتحي اتضحت، المركز الثالث. ونحن نقترب من اللحظات الأخيرة، دقيقة 54 تقريبا، دقيقة 54 يعني أكثر. ربما نقترب من الكيلومتر 18 على ما أعتقد، 18 أو 19، يعني آخر كيلومتران أو 3. سنشاهد. نقترب من اللحظات الأخيرة، نقترب من اللحظات الحاسمة، نقترب من اللحظات التي ستقول وستجيب على سؤالنا الكبير وسؤالنا العريض: من سيتوج بطلا لسباق ماراثون نصف ماراثون الدار البيضاء؟ هل هو إبراهيم خليفة أم عبد الكريم بن زهرة؟ سنشاهد اللحظات الحاسمة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة والحاسمة، اللحظات التي ستجيب لنا عن السؤال المطروح: من سوف يفوز بنصف ماراثون الدار البيضاء الدولي في هذا اليوم الجميل، اليوم الأحد 29 من أكتوبر الجاري؟ نشاهد إبراهيم خليفة منذ البداية أخذ المبادرة وأخذ على عاتقه أنه يبقى في المقدمة حتى النهاية. سنشاهد. سباق 10 كيلومترات أمامكم الصورة. دائما نستمتع وإياكم. عبد الكريم بن زهرة تقريبا 56 دقيقة على بداية السباق. دائما نستمتع وإياكم من خلال التغطية المباشرة للسباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. 56 دقيقة على بداية السباق، آخر الأمتار وآخر اللحظات. الآن أبطال سباق 10 كيلومترات مع أبطال سباق نصف الماراثون. إبراهيم خليفة دائما بنفس الإيقاع، بنفس الأداء، بنفس العزيمة، بنفس الثبات. إبراهيم خليفة من الزلال إلى الدار البيضاء. هل سيتوج بالدورة؟ دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا شوية خليه شي قدامه. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا السباق.
إبراهيم خليفة في الرتبة إبراهيم خليفة دائما في الرتبة. إبراهيم خليفة قلت دائما في الرتبة الأولى مع عبد الكريم بن زهرة. الآن أعتقد أبطال نقترب من نهاية السباق. آخر اللحظات وآخر الأمتار دائما أمامكم إبراهيم خليفة والبطل عبد الكريم بن زهرة. أمامكم هنا الصورة ديال أبطال سباق العشر كيلومترات. دائما نستمتع من خلال هذا اللحظات الأخيرة. أبطال سباق نصف الماراثون أمامكم الصورة، يعني آخر الأمتار آخر اللحظات. من سوف يفوز؟ هل هو إبراهيم خليفة أو البطل يعني عبد الكريم؟ نشاهد. لأن الأمتار الأخيرة مر الكثير ولم يبقى إلا القليل. أمامكم هذا الصورة الجميلة والرائعة والمميزة لسباق نصف الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء. إبراهيم خليفة وعبد الكريم بن زهرة. عفوا عبد الكريم يخوض ثاني سباق له في نصف الماراثون بعد أول ظهور له في هذه المسافة، حيث أنه شارك في السباق الأول في سباق تورنتو في إيطاليا، وحل في المركز الخامس بتوقيت ساعة وثلاث دقائق وثماني ثواني. عبد الكريم الآن قلت بأنه يعني عبد الكريم له ساعة وثلاث دقائق وثمانية ثواني. الآن عبد الكريم يمضي ويزيد في الإيقاع. يا سلام، زاد في السرعة. إبراهيم خليفة قلت بأنه تخونه السرعة النهائية والشيء الذي حدث، ولكنه الآن في المركز الثاني. يا سلام، عبد الكريم بن زهرة زاد في الإيقاع، زاد في السرعة، زاد في الأداء، زاد في القوة، زاد في الإثارة، زاد في التشويق. ابن مراكش عبد الكريم له من التجربة، لأن قلت بأن هذا البطل شارك في العديد من السباقات على مستوى المضمار، وأنتم تعلمون وتعرفون بأن من يشارك في سباقات المضمار وله يعني توقيت قوية يكون مميز في السباقات على مستوى الطريق، سباقات الطريق، سباقات الشوارع إن صح التعبير. أمامكم هذا الصورة الجميلة، زاد في الإيقاع. يا سلام على هذا الخطوات، ويا سلام على هذا السباق، ويا سلام على المتعة، ويا سلام على الإثارة والتشويق والفرجة. الفرجة دائما مضمونة على منصتكم بيت الرياضة المغربية، على منصة فيسبوك. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا التغطية المباشرة الرائعة من الدار البيضاء إن شاء الله إلى العيون، إلى الزلال، إلى كل المدن المغربية. دائما نحن رهن إشارة الجميع لنقدم صورة مميزة رائعة جميلة عن أبطالنا الذين يقدمون سباقات أكثر من رائعة في المغرب وخارجه. دائما أتحدث وإياكم من خلال آخر اللحظات لسباق نصف الماراثون الدولي للدار البيضاء. تشجيعات الحكام لبطلنا عبد الكريم بن زهرة. الآن يوسع يعني الفارق عن إبراهيم خليفة الذي يعني في المركز الثاني تأخر بحوالي الآن 80 متر. يقول له بن زهرة اليوم اسمح لي يا حبيبي، أنا جئت للتتويج كما أنت جئت للتتويج، فأنا ماذا أفعل هنا؟ أنا جئت للتتويج وعندي من الإمكانيات وعندي من المقومات ما يخول لي أنني أفوز. هذا لا يعني بأن إبراهيم لم يقدم شيء، بل قدم سباق أكثر من رائع، لأنه بذل مجهودات كبيرة منذ البداية وهو يقود السباق. يعني كان سخيا في الأداء، كان مميزا في العطاء، كان رائعا من حيث الركض. واليوم إن شاء الله
نتمنوا له كل التوفيق في باقي السباقات، في باقي المشوار، سواء داخل الديار أو خارج الديار. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا النقل المباشر الرائع. عبد الكريم بن زهرة دائما أمامكم الصورة واضحة والصورة الجميلة هي البطل عبد الكريم بن زهرة، دائما يقدم سباق أكثر من رائع. أمامكم عبد الكريم بن زهرة يدخل في هذه اللحظات إلى آخر الأمطار، إلى آخر الأمطار دائما وإياكم نستمتع. أمامكم الصورة الجميلة لعبد الكريم بن زهرة، دائما عبد الكريم بن زهرة. من دخول البطل عبد الكريم بن زهرة. إذن أمامكم صاحب المركز الثاني اللي هو البطل المميز. دائما نستمتع وإياكم صاحب المركز الثاني. جيبوا لي إذن إبراهيم خليفة يدخل في المركز الثاني. أمامكم إبراهيم خليفة في المركز الثاني، والبطل إبراهيم خليفة في الرتبة الثانية. نشاهد فتحي عبد الناصر في المركز الثالث. فتحي عبد الناصر في الرتبة الثالثة. أمامكم صورة جميلة فتحي دخول من سوف يفوز الساعة أن فتحي عبد الناصر في الرتبة الثالثة بالنسبة للماراثون. الماراثون دائما البطل خاص بالرجال، صراع ثنائي بين ليمو والطلحاوي. فرصة كبيرة للطلحاوي للتتويج. طلحاوي وليمو، الناظور وكيليا، المغرب وكيليا. آخر اللحظات دائما نستمتع وإياكم من خلال هذا الصورة الجميلة والصورة الرائعة، صورة مميزة. الطلحاوي ابن العروي يقدم أداء مميز، بطل قوي له من الإمكانيات شيء الكثير. هكذا هي الأجواء. أسامة البوزيدي في المركز الرابع. أسامة البوزيدي في المركز الرابع. الرتبة الرابعة عادت لأسامة البوزيدي صفقة بحرارة. هذا البطل الشاب في المركز الرابع الذي حاز على عدة سباقات دولية خارج أرض الواقع. الصورة الجميلة لسباق الماراثون. دخول أبطال سباق العشر كيلومترات. حتران جمال على مستوى سباق العشر كيلومترات من الجيش الملكي. حتران جمال من الخميسات. من الجيش الملكي. حتران جمال يدخل في هذه اللحظات في المركز. لأن حتران يفوز بهذا السباق عنصر المنتخب العسكري. كذلك يعني حتران جمال يدخل سباق 10 كيلومترات. من الجيش الملكي ابن مدينة الخميسات حتران جمال. حتران جمال يعني يتوج بالمركز الأول على مستوى سباق 10 كيلومترات. حتران جمال يعني يتوج عن جدارة واستحقاق. جمال حتران من الخميسات بطبيعة الحال. دائما ننتظر من سوف تتوج على مستوى فئة السيدات. نعيش وإياكم هذا الحدث الرياضي البارز هنا بمدينة الدار البيضاء. وكذلك يعني أبطال سباق الماراثون وسباق 10 كيلومترات. أصحابي عود من جديد خلال سباق نصف الماراثون في الرتبة الرابعة. أنا أمامكم الطلحاوي دائما في المركز والباز يوسف الباز من
يرحل. إذا نخبة من العدائين المتميزين خاصة في سباق نصف الماراثون. وثلاثي إثيوبيا جيلو في المقدمة إلى جانب وترا من كينيا وشيب كوريا من كينيا. فؤاد اليزمي إذا دائما الطلحاوي كتشاف ذوي الأشخاص ذوي وضعيات إعاقة. دائما نستمتع وإياكم من خلال التعليق على مجريات سباق نصف الماراثون وكذلك سباق 10 كيلومترات. بطبيعة الحال كنشاهدوا دخول الأبطال والبطلات بعد قليل. سوف نشاهد المركز الأول من سوف تفوز، البطلة التي ستتوج بالمركز الأول على مستوى السيدات. ومرحبا بالسيدة عمالة مقاطعة الحي حسن سهاد. إذا نرحب بالسيدة. سنشاهد من هي صاحبة المركز الأول عمالة مقاطعة الحي الحسن التي ستحقق المركز الأول. On souhaite la bienvenue tout d'abord à Madame le gouverneur de Casablanca qui vient de nous rejoindre ici au complexe sportif El Amal pour assister donc à la 14e édition du marathon international de Casablanca. Bienvenue Madame la gouverneure. الأبطال دائما نستمتع وإياكم من خلال التعليق على مجريات سباق نصف الماراثون وسباق 10 كيلومترات دولية في النسخة 14 التي تنظم تحت الرعاية السامية للرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس هنا بجنباته بالقرب من ملعب الأمل بمدينة الدار البيضاء بحي الأندية. يوم جميل، يوم رائع هنا بدار البيضاء. بطبيعة الحال التتويج على مستوى فئة الرجال. الآن البطلة صاحبة المركز الأول على مستوى السيدات، البطلة الأولى على مستوى السيدات وفاء الزروال تدخل صاحبة المركز الأول. وفاء الزروال هذه الديس. وفاء الزروال يقدر يدخل في هذه اللحظات. On peut assister à l'arrivée de la première femme du 10 km également. بأن على مستوى السيدات مريم وعريس وكذلك يعني البطلة فاتحة بن شتكي. كنشكر المنظمين على هذا التنظيم الرائع صراحة، ورجال الأمن اللي سايرونا في مسيرة المنظر. فأنا فرحان بزاف وكنعجز الوالدين ديالي والأصدقاء ديالي، وشكرا لكم كاملين. دخول بطلات سباق 10 كيلومترات وفاء الزروال التي تتوج بلقب سباق 10 كيلومترات المواجه سباق
نصف الماراثون وكذلك الماراثون. إذا ننتظر من هي البطلة التي ستتوج بلقب هذه الدورة. أعتقد ربما فاتحة بن شتكي أو مريم وهريس. سننتظر من هي البطلة التي ستحقق هذا الإنجاز. يعني قلت على مستوى الرجال بن زهرة عبد الكريم الذي يعني توج عن جدارة واستحقاق، ابن مراكش، ثم ابراهيم خليفه من مدينه ازلال، وفي الرتبه الثالثه يعني البطل فتحي عبد الناصر من تاليوي. على مستوى السيدات ننتظر بعد لحظات ستدخل اول بطله متوجه. هل هي بنات الدار البيضاء فاتحة بن شتكي أم بطلة الوهريز مريم؟ سننتظر وسنشاهد. تحياتي لكل أوفياء بيت الرياضة المغربية في كل مكان. إبراهيم بوتوميت يحييكم من هنا من الدار البيضاء. نغطي سباق فلات وفاء زروالي. وفاء زروالي فلات. نستمتع وإياكم. على مستوى السيدات في سباق 10 كيلومترات وفاء الزروالي من الجليبة. إذن حسني يدخل في هذه اللحظات. حسني من أكادير كذلك يشارك. إذن دائما نتابع سباق الماراثون. تشاهدون هذا الأجواء. رقم قياسي في المشاركة بالنسبة للماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء في نسخته 14. Voilà le podium donc du 10 km d'âme, première Wafa Zahwal en 33 minutes et 7 secondes, deuxième Soukeda Bouadou en 34 minutes et 23 secondes, et troisième place pour Soumia Sanad, 34 minutes et 31 secondes. Podium donc du 10 km vainqueur Wafa Zahwal. وبالنسبة للرجال جمال حطران من الجيش الملكي، هشام وسيمي والعيادي ثروت في الرتبة الثالثة، ويوسف حلول في الرتبة الرابعة. Résultat du 10 km homme, vainqueur Jamal Isran en 28 minutes. Deuxième Hicham Waski en 28 minutes et 1 seconde. Troisième place pour Yagedi Zahwal en 28 minutes et 2 secondes. مريم وهريس. إذا كوثر فردوس من الجيش. مريم أهريس من الجيش الملكي بالنسبة لنصف ماراثون. مريم أهريس من الجيش الملكي. أسأل بالله يا صاحبي. راه دخلت فاتحة بن شتكي. فاتحة بن شتكي فائزة بنصف ماراثون 2016 وصاحبة الرقم القياسي لنصف ماراثون الدولي. فاطمة الزهراء وهريس. فاطمة الزهراء وهريس. والرتبة الثالثة عزيزة عزيزة العلوي السنتوني من أجل. الرتبة الثانية فاتحة بن شتكي. إذن تفوز بنصف ماراثون. إذن فاطمة الزهراء وهريز في المركز الأول، وكذلك والرتبة الثالثة
عزيزة السلسولي، ثم المركز الثاني إذن فاطمة الزهراء أهريز، ثم يعني فاطمة الزهراء أهريز المركز الثاني البطلة فاتحة بن شتكي، ثم البطلة عزيزة العلوي السلسولي في المراكز الثلاث ولايات على مستوى السيدات. دائما نستمتع وإياكم من خلال هذه التغطية المباشرة لسباق إذن تحياتي لكم، يعني نلتقي في تغطية أخرى بالله تعالى في السباق، يعني في سباق مدينة العيون نلتقي إن شاء الله.